الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، إن شاء الله تكونوا في صحة وفي فرحة وفي سعادة دائمة، آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل مني هذه الدعوة لكم الكل. رجعت لكم اليوم فيديو جديد، واليوم باش نعملوا زوز دبارات، مش دبارة واحدة، باش نقترحها لكم دبارة للفطور ودبارة للعشاء. ان شاء الله يا ربي وصفات الزوز اليوم يعجبوكم، واني متاكده وعندي ثقه كبيره انهم باش يعجبوكم. ما تنسوش الجماد، نخليكم توا مع التفاصيل. اول حاجه نبدا بها هي العجينه نتاع الخبز المحشيه. خديت لهنا مغرفه كبيره ممسوحه خميره فوريه باش نحط عليها قربات مغرفه صغيره سكر و200 مليلتر ماء دافي. اكد عليكم الماء يلزم يكون دافي، ما يكونش سخون، خاطر كان نحطوه سخون يحرق لنا الخميره وما يخليهاش تتفاعل. نحلك الخميره في الماء والسكر، وتوا باش نزيدهم 3 مغارف كبار زيت زيتونه. بطبيعة تنجموا تستعملوا الزيت اللي تطيبوا به، مثلا زيت القطاني ولا أي نوع آخر متاع زيت. أماني ديما نحب العجينة تكون مغذية خاصة للعائلة وللصغار. كعبة ياغورت طبيعي. والسوائل هذه الكل باش نلمهم ب400 جرام فارينة. بطبيعة نغربلوا الفارينة متاعنا، وهذه هي العجينة اللي نتحصلوا عليها. يلزمها تكون عجينة طرية تتلصق شوية. تو نغطيها ونحطها في بلايصة دافية تخمر في عقلها. نجيو توا لدبارة الفطور او الغدي. اليوم باش نعملوا مقارونه صيفيه بنينه تهبل، وتوا تشوفوا وتتاكدوا من البنه متاعها، خاصه لو كان جربتوها وعملتوها بنفس الطريقه هذه. لهنا حبيت نوريكم شنو باش نستعمل او شنو نستحق للصلصه متاعي. راس بصل متوسط، 4 كعيبات طماطم، 3 قرينات فلفل حمر كوما باش نقليهم، وزوز قرينات فلفل خضر كوما باش نقطعهم مع الصلصة. وهذايا راس متوسط ثوم. وهذه الرحاء اللي باش نستعملها، الرحاء اليدويه اللي ديما نحكي لكم عليها، وفما شكون قال لي بربي وريها لنا هكا عن قرب وحكي لنا عليها بالباهي. هذه رحاء يدويه بالخيط، راهي تنفعكم برشا برشا في الكوجينه، خاصه باش ترحيو الطماطم، ترحيو البصل، ترحيو الفلفل، ترحيو الثوم، حاجه طياره. خديتها وقتها من عزيزه تو برشا، والله لا نتفكر سومها، يا 12 دينار يا 15 دينار، فك الزون هيك. اول حاجه باش نعملها باش نقلي قرينات الفلفل. خديت الكروانه متاعي، حطيت فيها شويه زيت، حطيت القرينات الفلفل يتقلاو، وفي الوقت اللي هما قاعدين يتقلاو باش نرحي راس البصل. بطبيعه هكا ما نحطوش راس كامل، نقصوه الراس على 4 حتى لو هو الكبر متاعو، باش نعاونوا الماكينه باش ترحيه بالباهي. وباش نزيد نرحي معاه 4 سنينات ثوم، والبقيه متاع الراس المتوسطه كاي اللي وريته لكم راس الثوم البقيه متاعو باش نحطها من بعد في الصلصه. خرجت توا قرينة الفلفل، وباش نحط البصل باش نخليه هيك يتقلى على نار ضعيفة الوقت اللي باش نرحي فيه كعيبات الطماطم. نحط توا الطماطم تتقلى بعد ما البصل هيك ذبل شويه وسيبك المطعم نتاعو والبن نتاعو في وسط الزيت، باش نزيد معاها مغرفه صغيره مليانه ملح، ونخليهم توا يتقلاو لمده 5 دقائق. بطبيعه مقارنتنا اليوم لا دجاج لا لحم لا حوت، اليوم مرتاحين، اليوم باش ننظفوا المعده نتاعنا من الحاجات هكوما. قرينات الفلفل زاده كما قاعدين تشوفوا باش نرحيهم بنفس الرحاء. شفتوا الرحاء قداش تسهل، خاصة اللي يديه توجع فيه كيما يديا اني، نشكي لكم كان الخير، والله لقيتها رحمة ولقيتها جنة في الكوجينة.
وهذا هو الفلفل اللي تحصلت عليه، حبيت يكون ملقش بالطريقه هذه. تنجموا ترحيوه اكثر من هكا، راهو ترحي الرحال. نرجع توا للصلصه متاعي بعد ما الطماطم ذبلت، باش نزيدها مغرفه كبيره فلفل احمر ونص مغرفه كبيره طماطم معجونه، نحلهم في بعضهم بالباهي بالباهي. الكميه هذه متاع الطماطم الفريشكا والطماطم المعجونه والمكونات اللي شفتوهم الكل متاع 300 غرام مقارونه، ما اكثرش. كما قلت لكم نحلوهم توا في بعضهم، ومانيش باش نزيد الماء توا، باش نخليهم يتقلاو مع بعضهم على نار ضعيفه مده 10 دقائق. نأكد عليكم نار ضعيفه باش الطماطم ما تتحرقش. نزيدها توا شويه ماء، ما نكثروش الماء كما شفتوا هكا، جيست نغموا الطماطم هكا. هاو صلصتنا يلزمها تكون خاطره بالباهي. نعمل لها تحريكه توا باش نزيدها 3 وريقات رند، بقية الثوم نربيها على الصلصه، وباش نزيدها نص مغرفه صغيره فلفل اكحل ومغرفه صغيره تابل. بالنسبه للتابل، تابل صافي، معناها مش تابل مخلط بالكرويه، تابل صافي. نعمل لهم تحريكه ونغطي طنجرتي ونخليك الصلصه توا تشكشك على نار متوسطه مده 10 دقائق. لهنا عندي الماء يغلي، حطيت عليه شويه ملح، وباش نصمت المقارونه اخترت اليوم مقارونه بابيون كما قلت لكم 300 غرام مقارونه. الصلصه نصبر شويه ونحركوها باش ما تشدش، على خاطر كما قلت لكم خاطره ما فيهاش برشا مرق. وتوا الصلصه متاعي طابت، وقفت على زيتها. اخر حاجه باش نعملها باش نزيدها شويه الفلفل، نخليها تشكشك 3 دقائق ونطفي عليها. الصلصه توا طابت، هاني طفيت عليها ونحط عليها توا المقارونه. ما نحكي لكمش على البنه، راهي جات مقارونه تفوت فوتان، اما مقارونه باللحم وما مقارونه بالدجاج. شفت، والرغم البساطه نتاع المكونات، معناها واحد كي تقول له واني عندي راس بصل وقرن فلفل وكعبه طماطم باش نعمل بيهم مقارونه، ما يصدقكش والله. اما كيف تشوفوا الطريقه وتشوفوا منظر المقارونه كيفاش جاء، والبنه بطبيعه ما تشوفوها وما تتاكدوا منها الا ما تجربوا الطريقه. واكيد اكيد نحبكم تجربوا الوصفه بالطريقه اللي عطيتها لكم، وتتمتعوا بالبنه العزيزه اللي في المقارونه، وتدعيوا لي دعوه خير وترحموا لي على والدي. نجيو توا للحشو متاع الخبزة المحشية. عندي لهنا كعبة بطاطا متوسطة، صمتها في شوية ماء، زدتها توا نص مغرفة صغيرة ملح، 4 مغرفة صغيرة فلفل اكحل، وشوية بصل وشوية معدنوس مقصوصين، نرفسهم هكا مع بعضهم باش السخانة متاع البطاطا تذب لنا البصل والمعدنوس. نقص عليهم 6 كعبات عظم مصموطين، نقصوه هكا كبير شوية يبدا ملقش. باش نزيد قرابة 50 غرام جبن ربي، شوية زيتون مقصوص، وعندي لهنا حكة كريم فريش باش ناخو منها 2 مغارف كبار. تنجموا ما تحطوش اذا ما عندكم، مش معناها مش بالضرورة الكريم فريش، تنجم ما تحطوش. وعندي لهنا حكة صغيرة تن، نحركهم الكل مع بعضهم، وباش نلمهم ب2 كعبات عظم كاملين، ومعاهم ابيض عظمه والاصفر مخليته على جنب باش نمسح به وجه الخبزه متاعنا. باش نزيد نفوح العظم بشويه فلفل اكحل، ونخلط الكل مع بعضه. وفي الوقت اللي العجينه متاعنا توا حضرت وخمرت، ما شاء الله جات عجينه تعشق. نمسح يدي بشويه زيت باش العجينه متاعي ما تلصقش كي نبدا نخرج فيها من الصحفه. لهنا حبيت نوريكم العجينه كيف نيه، شفتوا ما شاء الله قداش طريه، قداش تتجبد، حاجه تعمل الكيف بصراحه.
باش نقسمها على زوز أجزاء، جزء أكبر من جزء، الجزء الصغير كي نخليه من بعد، ونبدأ بالجزء الكبير. رش عليه شوية فرينة من الفوق ومن اللوطة ونحله بالقلقال. بالطبيعة ما نخليوش عجينتنا غليظة، نخليوها هكاك نص سنتي ولا أقل شوية باش الخبزة متاعنا ما تجيش فيها برشا عجين وبرشا باب. لهنا خديت البلاطو متاعي، دهنته بشوية زيت، حطيت عليه العجينة، نخرج لها الجنبات بالطريقة هذه ونقبها بالفرشيطة ونحط عليها الحشو. ان شاء الله يا ربي الاقتراحات الزوز يكونوا عجبوكم، ونحب نفكركم زادا الا دخل قناتي اول مره وعجبوا المحتوى متاعها يشترك فيها ويفعل الجرس باش كل مره ونهبط فيديو جديد يوصل له الاشعار. هذا يتو الجزء الثاني متاع العجينه، نحلوه بنفس الطريقه، نغطيو به الحشو ونحطوا العجينه الحرف على الحرف، نسكروا بالطريقه هذه، نسكروا عجينتنا بالباهي باش ما تتحلش، ونقبها بالفرشيطة وندهنها بأصفر العظمة اللي خليناه. ولهنا عندي قرين فلفل أحمر وقرين فلفل أخضر، قصيته هيك روندلات وزينت به العجينة متاعي ومعاهم شوية زيتون. ونحط الخبز متاعي في فور سخون على حرارة 180 درجة. ولهنا خبزتنا حضرت، قعدت لي في الفور نص ساعة مشعل عليها من اللوطة، من بعد طفيت من اللوطة شعلت عليها من الفوق 10 دقائق باش خدت اللون المذهب. وهذه خبزتنا طيبة في حقها، نودكم من شهيكمش. الخبز ان شاء الله باش نخليها للعشاء، ان شاء الله في الليل نزيد نسخنها. وبالنسبة للفطور كما قلت لكم المقارونة الصيفية هذه اللي تعمل 66 كيف، نجموا تحطوا فوقها شوية تن، ولا اعملوا كيما عملت تاني رشيت فوقها شوية جبن ربي. حاسيلو نودكم ومن شاهيكم ان شاء الله يا ربي اقتراحاتي لليوم عجبوكم. نستنى كومنتاراتكم الحلوة والمزيانة اللي نفرح بها برشا برشا برشا. خليكم على خير، ان شاء الله نتقابلوا في الفيديو الجاي وبسلامة.